السلام عليكم حباب الجميع، مع وصفة بلقيس. اليوم وصفتنا تاع اليوم ان شاء الله غادي نديرو خبز الفطير او الرخصيص، كل واحد كيفاش يسميها. طريه مبسه تجيكم روعه احسن من الكاطو. طريقه التحضير، مكونات مضبوطه ومقادير مكتوبه ان شاء الله، باش اي وحده ما تعرفش ديرها غادي تنجح لها من اول مره. هنا واش نديرو، عندي درت مغرف تاع سكر، مغرف السكر تعطينا تحميره للفطير تاعنا. فوالا، ودرت مغرف صغيره تاع ملح. نروحو للسميد هنا عادي متوسط، ماشي متوسط اللي تحت المتوسط، هذاك اللي ما فيهش الحرش بزاف. يعني كاين انواع تاع السميد ولا الرطب، ديروا الرطب هذاك اللي يجي فيه كميه قليله تاع الحرش، يعني ما فيش بزاف. هنايا درت 2 كيسان، هذا الكاس يرفد العبار هذا يرفد لي 200 غرام. درت 2 عبار تاع سميد، عبار تاع فارينه او طحين، ودرت نص عبار تاع زيت الزيتون، ودرت فوالا تشوفوا خميره تاع الحلوى او بيكربونات على راس المغرف، يعني ما تكثروش باش ما تخمر لكمش وتطلع لكم غير باش تجيكم بس برك من الداخل تجيكم خفيفه. وانا هذاك العبار كما قلت لكم يرفد 200 غرام، يعني راني درت 400 غرام سميد و200 غرام تاع فارينه او طحين. هنا اول حاجه ندخلوا هذاك السمن مليح مليح، او هذاك الزيت مليح مليح في السميده تاعنا والفارينه باش تجيكم بسه وتجيكم طريه. عاد باش نديروا الماء، وهنا الماء نديروا على بشويه بشويه، ما تكثروش الماء من نهار الاول، خلوها شويه عجينه يابسه بس من بعد غادي نزيدوا لها مغرف تاع الزبده. نديروا لها الزبده غادي تنطلق معنا، على هذاك نخلو شويه العجينه يابسه. كي نديروا لها الزبده تجينا هذيك هي سوسه، ونعرقوها كتشوفوا بهذه الطريقه. بس كان ديجا داك اللي دام ما تخافوش منها باش تجيكم معجنه ولا تجيكم. بس كنا انا اللي دام قبل ما نديروا الماء دخلنا فيها هذاك الزيت مليح مليح. وهنا بالنسبه للزيت، اخوات اللي ما عندهاش زيت الزيتون تقدر دير زيت عادي. هنا بالنسبه للزبده درتها مغرف بس راهي بارده، على ذاك قطعتها شويه مغرف كبيره تاع الماكله عادي، ونعرقها مليح مليح حتى تلم معنا العجينه تشوفوا. نعرقوها باش كنروح نخبزوها ما تتفتناش العجينه وتجينا الخبزه، يعني هذيك هي سوا. ممكن تشوفوا كي خليتها شويه يابسه ودرت لها الزبده راه انطلقت لي العجينه من جديد. هذا هو القوام تاعها. هنا الاخوات هذه غادي الوصفه هذه غادي تجينا مبسه بزاف وطريه بزاف. هنا الاخوات اللي بغات تجيها شويه يابسه ولا قابضه روحها دير غير ربع كاس تاع زيت الزيتون ولا الزيت عادي. هنا برك اللي بغات شويه تجيها شويه يابسه بزاف، اللي بغاها شويه يابسه يعني مابغاتوش طريه بزاف، كل اللي يبغيها طريه، يعني كل واحد والذوق تاعو كما يقولوا. وانا هنا جبت بابي كويسون يساعدكم في الخدمه يكون احسن، يعني تخدموها وتدوروها بكل سهوله، سورتو المبتدئات من الاحسن، ولا توصلي بلاستيك كل بخوخ تاع كوزينه ولا مهم، وتشوفوا تدوروها بكل سهوله وتتعاملوا معها بكل سهوله. وحتى الرفود كي ترفدوها وتحطوها في الطاجين تاعكم تترفد لكم ثاني بكل سهوله عادي. هنا نخبزوها بالاصابع باش نمشوا كامل العجينه، ومن بعد ندركوا عليها بهذاك الكف تاع اليد، وانا باش نقولوا اليد خاص هذوك تاع الاصبع. وانا هنا نحطها على نار متوسطه تقبل بالفرشيطه، ومره على مره ضروري هنا طيبوها بهذه الطريقه باش تحمر لكم كاع كيف وتدي كاع اللون واحد. وانا درت هذيك اللون طابت، انا طحت لي 2 خبز يعني بالتمام والكمال. درت الخبزه الاولى طابت والزوجه الثانيه نخبز فيها، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. بقاو معايا. وراني نحاول نسقف فيها مليح بالشكل دائري، بس كل كان تحطوا هذه غير فوق البلون دو طرافاي ولا فوق الطابله، غادي تبداو تقلبوا فيها وتدوروا فيها. تغبنوا من الاحسن كما قلت لكم ديروها على بابي كويسون تخدموها ولا بلاستيك ولا اللي كاين. وهنا يقعدوا ندوروا فيها تشوفوا ضروري باش تحمر لنا كيف وحتى هذاك الاطراف يطيبوا لنا من تحت وتبغوا تدينا واحد اللون واحد يعني. والتحميره هنا تبقى من الاختياريه، تبغوا تحمروها بزاف شويه، يعني غادي خبزه غادي نحمرها بزاف وخبزه غادي نخليها شويه، يعني هنا عندي في الدار كل واحد كيفاش يبغيها. فوالا اخواتي اللي بغات تطيب لها صفرة هكذا تنقص النار هاديه. ولا ممكن تشوفوا تقعد تدور فيها حتى تطيب لها كامل وتصفر لها تقلعها، بس كل كان تطلقوا عليها النار تحمر لكم بالخف من تحت
في الوسط تقعد لكم خضراء. من الأحسن توجو على نار هادية فطير، نطيبوها على نار هادية ونقعدوا ندوروا فيها. وانا هنا كمل الفطير تاعي. انا نروحوا النتيجة بعد ما قليتها. كنت تشوفوا القطعة هذيك راهي تفوت فيها بكل سهولة، بسة طرية روعة. وهذه تقدروا ناكلوها مع تكتوكة، مع اللبن، مع الحليب، مع القهوة، يعني تقدروا تاكلوها مع كل شيء، معروفة. والى هنا ينتهي الفيديو تاعي. جمعة مباركة، والى اللقاء. نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. متنسوش تدونا بس ما تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء. والله النتيجة هنا قدامكم، تشوفوا كيفاش طرية مبسة، جات هايلة. والى اللقاء.